والله سوق الجمعة ده محتاج شوية تنظيم. بص، هو سوق محتاج شوية حاجات كده. أولها دكتور يحدد عمر الكلب والأمراض اللي غير مزمنة. اتنين، مدرب فاهم يختبر الكلاب بدل العشوائية اللي احنا شايفينها دي. تلاتة، وده الأهم، ورقة مبايعة بصور البطاقة عشان الكلاب اللي بتتسرق أو الكلاب المسروقة ما تنزلش السوق أو نقلل من سرقتها. ولكن هو سوق مليان بدون داعي. بص طبعا، بس الأخ اللي عمال يعمل بالقمشة دوت مش عارف بيعمل ايه. هو كده مفكر ان هو بيختبر الكلب. بص طالعين عين ام الكلب، يعني مش فاهم. هو حضرتك بتعمل ايه؟ شغال. طب ولو حرامي هيخش يشغله؟ لو في حرامي هيخش يشغله؟ هيشتغل لوحده. يعني لازم الحرامي يمسك القمشه دي؟ الحرامي هيعملوا ايه؟ بس ايده بس. طبعا حالات فنيه غير مفهومه. بص، لازم يبقى في تعذيب للكلب كده. كده بيختبروا الكلب. بص، المفروض بقى الحاجات دي تتمنع. كلاب بس قاعده متبهدله. يا ريت يبقى في ضبط وربط برضو، عشان بص ده مش سوق، حاجه مشكله والله. طبعا البيئه مش حلوه قوي للسوق. ده سوق الجمعه، ما حدش ينزل بصراحه يعني الا لما يتظبط السوق ده.